السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. وحشتوني بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، بس بجد وحشتوني، يعني وحشني الكلام معاكم. يا رب دايما كلكم تكونوا بخير، لكل متابعيني ولكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي. النهارده الفيديو ده المفروض ان انا كنت مصوره الحاجات دي يعني من فتره، بس ايه، اتأخرت شوية او كسلت، اتشغلت في حاجة تانية مهمة يعني. تمام، اتشغلت وما عرفتش اني انزل الفيديو. فالنهارده هنزله بقى. تمام، جه وقته ننزل. كنت من يجي اسبوع نزلت ليكو فيديو ان انا رحت محل ميك اب هنا، وجبت منه شويه حاجات، اسعارها حلوه قوي. جبت كذا حاجه. اللي ما شافش الفيديو هسيب له اللينك هنا تحت في صندوق الوصف ويروح يشوفه. تمام، المحل ده في كارفور، مدينة النورية الجديدة، في الدور الأول. وعنوان المحل اسمه عنوان الجمال. تمام كده، تمام. اعتقد ان هو اسم ده المحل بالظبط، يعني عشان انا قاعدة افتكر من بدري هو الاسم ولا لا. بس هو عنوان المحل يعني اسمه عنوان الجمال. تمام، هسيب لكم صورة للمحل من بره في اخر الفيديو. عندهم كل حاجة بقى بأسعار يعني حلوة قوي. أسعار، بصوا، أنا سميتها في الفيديو التاني أسعار رمزية بجد. تمام، عندهم أرواش كتيرة بأسعار كويسة وحلوة. عندهم تنت بكذا نوع، عندهم بلاشر، عندهم اي شادو، عندهم برايمر، عندهم مخمرية، عندهم كل الحاجات اللي انتوا شفتوها في الفيديوهات دي. وعندهم برفانات، وعندهم مونيكير او اكلادور على حسب ما بتسموه بقى، او باديكير، كل واحد على حسب ما بيسميه. تمام، وحاجات كتيرة قوي للبشرة وللجسم وكل ده. كل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده، وفي حاجات تانية انا ما صورتهاش برضو، في زيوت وفي برفانات وفي كريمات. واللي عجبني اكتر الارواج بصراحة، وانا بحب يعني الارواج والميك اب والحاجات دي. فانا بكون يعني وقفت كتير قوي علشان اختار درجة روج مثلا، او اختار نوع مسكرة، بس كلهم احلى من بعض. هنا ده زيت، وهنا في باد سبلاش وبيوتي بلندر، جبت منها برضو حلوة، مجربتها حلوة يعني. وكانت خروجة. تمام، وقلت بالمرة هصور وهنزل لكم الفيديو. والمحل مش هو للميك اب بس، لا كمان للملابس. محلين جنب بعض. الدرسين دول شكلهم حلوين بصراحة، كانوا عاجبني. لو كنت بلبس درسات كنت هجيب واحد منهم، بس يعني للأسف بقى انا مش بلبس درسات وربنا يهديني بقى كده والبسها. بس والله بيبقى شكلها حلو قوي، بيبقى شكلها عاجبني. بس المشكلة ان انا كان زي كده شبر ونص علشان تعبي وكده، فانا بتبقى البناطيل يعني راحة ليا. تمام، هنا برضو اشكال الدرسات دي حلوة. يعني كنت انا وبسملة اختي ومريم صاحبتي، كنا خارجين مع بعض كده، جبت لهم حاجات وجبنا حاجات كلنا. تمام، انا في اليوم ده صرفت فلوس ما اقولكوش يعني، محترم تمام كده. وكنت في البداية برضو كنت خرجت، رحت غيرت سكرينة ليا ولأختي، ورحنا بقى على المحل ده. اعتقد ان انا رحت كارفور كتير قوي، بس اول مرة اخد بالي من المحل ده بصراحة. اللي قالت لي عليه اختي، يعني ان هي شافته في مرة وكانت جابت لي حاجة منه، فلقيت ان الاسعار حلوة، فقلت نروح نصور عندهم هناك. المحل فيه دريسات كتيرة قوي، كتيرة واشكالها حلوة. بس انا في الوقت ده كنت هبطت خلاص، مش قادرة اللي هو ان انا اصور كل درس لوحده، او ان انا اصور فيديوهات. فاختصرت الموضوع وقلت ايه، نصور صور برضو عشان نختصر يعني وكده، وهنزلها برضو في فيديو تاني. فاللي هو كل حاجة كانت عجباني، على الرغم من ان انا ما دخلتش المحل اللي كانت صورت لي معظم الحاجات دي، كانت بسملة. انا صورت في المحل التاني. وهنا بقى قلت البسملة ادخلي علشان انا خلاص فصلت، مش قادرة. دي اشكال الطرح، اشكالها حلوة
طرح بيضة بقى للمدارس، وطرح ملونة لللبس الخروج وكده. فانا ما دخلتش، قلت ايه لا نختصر الموضوع ونمشي بقى، عشان انا لو دخلت كنت هقعد قاعده في المحل مش مروحه. تمام. دول كمان طرح برضو الواناتهم حلوه، انا عجباني الطرحه اللي هي ولا احمر ولا نبيتي دي، عجباني. المهم بس فالاسعار المحل حلو بصراحه. انا ما سالتش عن حاجه في اللبس وكده، بس يعني كانت في ناس بتسأل قدامي كده، والاسعار كانت كويسة. ده معظم الدرسات دي لبس مدارس. تمام. فاللي هو يعني سمعت ان حد كان جوه وبيسأل وكده عن نوع، عن حاجة يعني، قالت له على سعرها، كان سعرها كويس يعني، بمقارنة من محلات تانية كتيرة في النوبرية، بمقارنة من الغلاء اللي احنا بقينا فيه ده. فالاسعار حلوة والدريسات حلوة. اكتر حاجة عجباني بقى في كل ده الدريسين اللي هم كانوا في المحل من بره. تمام. لو قررت ان شاء الله ان انا البس دريسات، هبقى اعمل واحد، هبقى افصل واحد من دول، بس ممكن تكون موضته انتهت، نشوف واحد بقى طالع على الموضة الجديدة وكده. المهم بس دي كانت خروجتي في اليوم ده. اهو اللبس لبس المدارس. هنا مدرسة النوبرية، الازرق ده للصنايع تقريبا، ورصوصي للثانوي العام والتجارة، وانا مش عارفة بقى بقية المدارس بيلبسوا ايه بصراحة. تمام. تمام كده. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. كانت خروجه كده مفيش في ساعة، بس انا كان المفروض ان انا انزل لكم الفيديو على طول، بس والله انا كسلت شويه واتشغلت في حاجه تانية. مفاجاه كده حلوه هقول لكم عليها يعني بعد فتره من الوقت، وهبقى اصور لكم برده منها فيديوهات. هي مفاجاه حلوه يعني، هصور لكم فيديوهات بيها وتبقى تقولوا رايكم